السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد الإماراتي شتم السعودية وسبها وقال لها باللي نعامة في هذه الكارثة. شوف هذا. يا مرحبا الساعة. أكبر خدعة ممكن تمر عليك أنك تصدق أن الضخامة هي نفسها القوة. لو أخذنا نظرة على الطبيعة الصورة بتوضح أكثر. يعني عندك النعامة مثلا، طير ضخم شكله من بعيد يوحي لك بالهيبة، لكن أول ما تهب العاصفة على طول تدفن رأسها في الرمل. على الضفة الثانية شوف الشاهين، طير حجمه صغير لكن يوم يفرد جناحه يفرض سيادته على السماء كلها. شاهين ما أخذها هيبته من حجمه، خذاها من سرعة انقضاضه وحسمه ودقة ضربته. هالمشهد يختصر واقعنا السياسي اليوم. البعض للحين عايش الوهم ويتحرن القيادة تنقاس بالجعجعة والمساحة وطول السنين، وتناسى أن في عالم الدول الحقيقي الفعل هو اللي يفرض كلمته، والأهلية هي اللي تحدد منو الأجدر بصدارة المشهد. لأن السيادة والمكانة عمرها ما انقاست بمنو يملك كيلومترات مربعة أكثر. على سبيل المثال شوفوا مملكة البحرين الحبيبة والشقيقة، لو بنطالع مساحتها الجغرافية بنقول إنها دولة صغيرة، لكن على أرض الواقع فعلها وتأثيرها يهز عروش القرار الدولي. اليوم المنامة تترأس مجلس الأمن في نيويورك وتدير بوصلة العالم بكل ثقل وحنكة، وتعطي درس للكل إن القوة تنفرض بالمواقف مو بالعنجهية والادعاءات. إذن هذا السعودي هذا الإماراتي يتهم السعودية وهي دولة كبيرة بأنها نعامة، ويصف دولة تاعو باللي نسر شاهين، وهو يعرف أن أبو ظبي عاصمة الإمارات، ونسي هذا الاسم الظبي وذهب إلى شاهين إلى نسر. قال لك نسر ومانيش عارف غير فماك أبو ظبي وكسما روحوا كسمة الإمارات روحوا ظبي أفضل مشي شاهين. إذن الإمارات هي ظبي يا بن آدم، ماهيش شاهين. وكون جات شاهين يصيدوها ثاني. والسعودية تبقى كبيرة عليكم ودولة أفضل منكم في كل شيء. السلام الله وبركاته.